السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم النهاردة في المحاضرة الخامسة، 5 محاضرات ودي المحاضرة الخامسة بإذن الله، واللي هناخد فيها digestive system وهو الجهاز الهضمي. ولكن زي ما احنا متعودين آية الكرسي سورة الإخلاص الموعوذتين. اتفضلوا. هناخد digestive system الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي وهناخد، بس انا عايز ثانية انا عاوز اغير خلفية، نخليها خلفية بيضة شوية كده احسن. كده احسن. ماشي. عندنا digestive system. digestive اللي هو الهضم او جاي من الهضم، والسيستم اللي هو الجهاز الهضمي. ودي صورة، بس احنا الصورة دي هنتعمق فيها اكتر هنا. ماشي. هنا بيبدأ معانا بايه؟ الماوس هنا بياخد المقطع معانا اورال اللي هو الفم، اورال كومبلكس. وبرضه في مقطعين مهمين تاني عايز اكتبهم معانا في بياخدوا تبع الماوس برضه. والمقطع بكل كافيتي. يعني ممكن اقول ايه؟ ان الماوس معناه اورال او بكل. وهم اتنين بياخدوا برضه اورال كافيتي او بكل كافيتي. ودي بيكون معناها في اللحظة دي بيكون معناها التجويف الفمي. ماشي. احفظ المسميات التانية اللي هي اورال بكل كده، ده الفم. بعدين الاكل بينزل هنا خالص، بينزل معانا على الفارنكس اللي هو قلب العم. وقلب العم ده حابب افكرك ان هو كان مشترك ما بين، يعني ده اسمه قلب العم. العم ده كان مشترك بين الجهاز الهضمي اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو طبعا الهضم، وبين الجهاز التنفسي، بين الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، وبين الدايجستيف بين ريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. مفيش مشاكل. وبعد كده كان الاختلاف ان هنا بينزل الاكل يا اما على المريء، هو ساعتها بيكون اكل، يا اما بعد كده بيدخل في القصبة الهوائية والكلام ده، فهو ساعتها بيكون اسمه ايه ده، بيكون اللي هو الهواء. بعد كده عندنا اللي بعده على طول اللي هو حسب السهم اسمها ايسوفيجاس. ايسوفيجاس دي معناها المريء. وبعدين كده احنا الكلام ده هنعيد عليه تاني بسرعة. بعد كده معاليك بتنزل على الاستومك دي اللي هي المعدة. ونتكلم حبة عن الاستومك. نقول ان الاستومك اللي هي المعدة، يعني هنرسم مثلا كده شكل المعدة، او بلاش الرسمة دي شكلها مش حلو اصلا. يعني الاستومك اللي هو المعدة كده مثلا، وهنا ده بداية الاثنى عشر ثم الأمعاء ثم الكلام ده يعني. فالاستومك اللي هي المعدة بتاخد المقطعين، المقطع استومك، وبتاخد المقطع جاسترو. تمام. بعد كده عندنا البنكرياس. والبنكرياس ده في قصة من تالتة ثانوي هنتكلم عليها برضو. كده احنا خدنا ستومك، بنكرياس، اهو البنكرياس اهو. برضو البنكرياس في تالتة ثانوي احنا اخدنا في فصل الهرمونات. كان في، لو دي ادي المعدة، كان في هرمونين يعني المعدة بتطلع كان هرمون يأثر عليها تاني، بس طبعا كان لازم يعدي على القلب، يعني بيطلع منها هرمون يعدي على القلب ثم يروح لها تاني، وده كان هرمون الجاسترين. عشان كده واخد مقطع جاسترو، اسمه هرمون الجاسترين. ماشي. وبرضو كان في هنا البنكرياس كده، فكان بيطلع منه هرمونين بيساعدوا على الهضم. وهم كانوا هرمونين ايه؟ كانوا هرمونين السكرتين، نكتبهم هنا كده على جنب. كانوا هرمونات السكرتين والكولوسيستو
والسيتوكاينين. طبعا دول مش اول ما هتسمعهم، دول من تالتة ثانوي عندك. تمام، دول كانوا بيطلعوا من البنكرياس. بعدين عندنا ايه؟ ماشي. هنا عندنا الليفر اللي هو الكبد. ومش هقول لك هنا على ايه، بص هنا كده ده الليفر اللي هو الكبد. ومش هقول لك هنا برضو على الجول بلادر. الجول بلادر دي اللي هي المرارة. هنا الكبد وهنا المرارة. تمام. بعد كده عندك سمول انتستين. سمول انتستين دي الامعاء، اللي هي الامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة. بعد كده عندك large intestine، ودي الامعاء الغليظة. تمام. بعد كده عندك يا سيدي ايه؟ عندك بعد كده ريكتم. ريكتم ده اللي هو المستقيم. ثانية. المستقيم. وعندك بعد كده هنا الكنال اللي هي القناة بتاعت فتحة الشرج، والانيوس اللي هو فتحة الشرج. تمام. الكلام ده حلو خالص. يعني حاول كده تاخد سكرين مثلا. حاول كده خد سكرين فيها كل المعلومات على ما اعتقد. بس برضو الصفحة اللي بعديها دي احسن كمان منها، بس دي مش من غير صور. هنا بيقول لك ايه organs of the digestive system، اللي هو اعضاء الجهاز الهضمي. بيبدأ معاك هنا بالماوس اللي هو الفم، ثم الفارنكس اللي هو قلب العم، ثم الاسفجاس اللي هي المريء، ثم الاستومك اللي هي المعدة. وبعد كده دخل معانا في الامعاء. فبيقول لك ايه في الامعاء؟ عندك انت في المعدة لما تيجي رسمنا احنا المعدة فوق، يعني لما احنا كده كنا هنا وعملنا كده وكده طلعنا كده. فبداية الحتة دي كده اللي هي مثلا هنا دي بداية الأمعاء، دي بتكون بقى الإثنى عشر. بتكون الإثنى عشر. فالإثنى عشر عندنا احنا هنا اسمها، امسح الكلام اللي عملته ده. انت عندك الإثنى عشر دي أول جزء في الأمعاء يعتبر. ثانية. بيكون اسمه دادنيام. فينه بيكون اسمه دادنيام. ماشي. ده اسمه دي الإثنى عشر. اكتبها هنا عشان ايه؟ عشان محدش ينساها. الاثنى عشر. بعد كده عندنا احنا هنا الصائم جاجنيوم. الصائم جاجنيوم. بعد كده عندنا اليم. اليم ده اللي هو اللفائفي. اليم اللفائفي. اليم اللي هي اللفائفي. تمام. بقى كده بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك اللارج انتستين. اللارج انتستين دي الامعاء الغليظه. هي الامعاء الغليظه. بيقول لك هنا ايه؟ بيبدا معاك في السيكم. السيكم ده اللي هو الاعور. السيكم اللي هو الاعور. والقولون اللي هو القولون. ماشي. كده بيتكلم معاك اكتر هنا عن القولون. بس احنا عايزين هنا نتكلم عن هنا ريكتم اللي هو المستقيم، وهنا الكلى اللي هي فتحة الشرج او قناة فتحة الشرج. هنا حلو الكلام ده. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك accessory organs اللي هي اسمها ملحقات بالجهاز او اعضاء ملحقة بالجهاز الهضمي اللي هو digestive system. ماشي. بيبدأ معاك ايه؟ ب salivary glands. salivary glands اللي هي الغدد اللعابية. gland اللي هي غدة. salivary glands هي الغدد خلينا هنا اللعابية.
بعد كده هنا بيقول لك ايه الغدة، اول غدة بيبدأ بيها اللي هو باروتويد اللي هي الغدة النكافية. وطبعا هنتكلم اكتر عن الغدد وتفاصيلها وهوريكم صور ليها باذن الله، بس لما احنا بنشرح الهرمونات والغدد والكلام ده. فهنا الغدة النكافية. بعدين صب مندبلول اللي هي تحت اللي اسمها تحت اللسان. تحت اللسان اسمها صب مندبلول. صب مندبلول نكتبها هنا، لا او بلاش عشان نوسع المكان. ولو فاكر انت يعني ان كلمة صب مش غريبة علينا، يعني كلمة مقطع صب ده احنا خدناه في المحاضرة التانية. المحاضرة التانية من الكورس اللي شرحنا فيها اختصارات روشتة، كنا شرحناها في آخر صفحة كده، شرحنا اختصارات روشتة. خدنا مقطع صب معناه تحت، مقطع صب خدناه معناه تحت. تمام. بعد كده بيقولك هنا صب لينجوال. صب لينجوال تحت اللسان برضو معناها تحت اللسان. بعد كده بيبدأ يقولك ايه، بيبدأ يقولك التانك. التانك معناها طبعا معناها برضو اللسان. التانك اللي هو اللسان. خليك احفظ التلات كلمات دول لان طبعا اللي هما نفس المعنى. بس خلي بالك ان كلمة صب مش اللي هي صب مندبلور مش تحت اللسان، تحت الفك. وبعدين تانك اللي هو اللسان. و تيس اللي هي اسنان. دي معروفة، المفروض مكتبش الكلام ده بس يعني نكتبه تاني. ليفر اللي هو الكبد. جول بلادر اللي هو المرارة. مرارة. وهنا احنا قلنا الليفر اللي هو الكبد. بعد كده البنكرياس اللي هو البنكرياس طبعا. بعد كده اللي هي ابندكس. ابندكس دي اللي هي الزايدة، اللي هي الزايدة. اظبط. دي اللي هي الزايدة. كده احنا طبعا شرحنا الشريحة دي مهمة خالص يعني. تعالى نمسحها ونبدأ ناخدها سكرين. انا همسحها تاني وامسح الكلام ده وناخدها سكرين. انا كنت خدت سكرين قبل ما تبدأ، خلاص مش همسحها. انا رجع الفيديو وخدها سكرين قبل ما انا اشرحها، هتكون هي من غير الشربوط والكلام ده. ماشي. ماشي. احنا قدامنا ايه بالظبط؟ صفحة 2 3 4 5. خلاص خلصنا يعني، يعتبر خلصنا. فالمهم ايه، هنا بيتكلم معاك على، بيقولك ان ماوس باخد اللي هو الفم، وتانك اللي هو اللسان. هتعمل لك اهو ماوس اللي هو الفم، وتانك اللي هو اللسان. ماشي. فهنا مقطع ماوس بياخد معايا كلمة استوما. بياخد معايا كلمة استوما. هنا كلمة استوما معناها فتحة. استوما معناها فتحة. فماوس بتاخد استوما. برضو ماوس بتاخد مقطع اورال ومقطع بكر. لما قلنا شوية اورال كافيتي او بكر كافيتي اللي هو التجويف الفمي. عندك تانك اللي هو اللسان، وتانك اللي هو اللسان ده بياخد معانا المقطع جلوسو، وبياخد المقطع لينجوال. لينجوال نفس الفكرة، هما هنا بياخدوا نفس المقطع. ماشي. يعني مثلا لو حبيت انا اقول التهاب في اللسان، احنا عارفين ان كلمة التهاب معناها ايتس، واللسان هنا هاخد المقطع جلوسو فهيكون جلوسايتس. جلوسايتس ده اسمه التهاب اللسان. بعدين هناخد ايه،
بعدين عندنا هنا لبس معناها شفايف، لبس معناها شفايف، وتيس معناها أسنان. شيكس هنا معناها الخدود، الخدود. شيكس معناها الخدود. بعدين هنا هننزل تحت سليفري جلاندز، دي الغدد اللعابية. وايه الغدد اللعابية؟ أول حاجة عندنا احنا هنا اللي هي سبلينجوال، سبلينجوال اللي هي تحت اللسان، سبلينجوال تحت اللسان. ومش واضح هنا. سب مانديبلور، مانديبلور اللي هي جلاندز، هي غدة تحت الفك السفلي، غدة تحت الفك السفلي. تمام. وهنا بورتويد جلاند اللي هي الغدة النكافية. بص كده شكلها ومكانها، بصوا. تمام. بعد كده هنا بيقول لك ايه؟ الاسفجاس اللي هو ده اسمه، ده بيكون المريء، ودي استومك دي المعدة. تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه؟ ده كله خدنا احنا. ماشي تاني بسرعة. استومك هنا اللي هو الجاسترو، بتاخد المقطع جاسترو. انتستين اللي هي الأمعاء، مش هقول لك هنا على A و B، فهنا B طبعا هتكون اللي هي البتاع ده اللي هي سمول، و اللي هي لارج، لارج انتستين. سمول انتستين اللي هي الأمعاء الدقيقة، ولارج اللي هي الأمعاء الغليظة. ماشي. ده كله احنا شرحناه، بس نجيب لك صورة، يعني نجيب لك استومك. بعد كده هنا موضح اكتر شوية. لما هنا دي المعدة، فهنا دنيام اللي هو الاثنى عشر، ثم جاجنيام اللي هو الصائم، ثم اليم اللي هو اسمه اللفائفي. تمام. بعد كده ابندكس اللي هي دي الزايدة، هي الزايدة، هي دي الزايدة. سمول انتستين اللي هو الأمعاء الدقيقة هي اللي فيها دول، الأمعاء الدقيقة هي اللي فيها الاثنى عشر، هي اللي فيها الصائم، هي اللي فيها اللفائفي. ثم الريكتم فتحة الشرج. وبعدين عندك انتستين، بيقول لك ان الانتستين تاخد المقطع انتيرو، تاخد المقطع انتيرو. ليفر تاخد المقطع هيباتو. هنا بيقول لك ان ده جول بيدر، جول بيدر دي اللي هي المرارة وده الليفر اللي هو الكبد. وهنا بايل داكت اللي هي بايل داكت اللي هي القناة المرارية، القناة اهي، القناة المرارية. بعد كده دخلنا احنا خلاص في اليورين. كده المفروض الفيديو ده خلص، بس عايزين نقول حاجة مهمة. مش عارف اكتب هنا ولا اكتب في المذكرة. انا هكتب في المذكرة. كنا شايفين فيه احنا الرسم كده احسن، كان لون اسود. اول حاجة عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول كم مقطع كده، كم مقطع وبياخد كم مقطع تانيين. يعني مثلا رقم واحد ستومك اللي هي المعدة، ستومك هي المعدة، دي بتاخد المقطع جاسترو. نطلع لفوق، نطلع شوية لفوق. ستومك بتاخد المقطع جاسترو. بس هنصغر الخط بتاعنا شوية كده عشان خاطر ايه المساحة. ماشي. بتاخد المقطع جاسترو كده، يعني ايه علامة يساوي في النص. ماشي. وبعدين عندك كلمة انتستان، انا هكتب ده، تاخدوا سكرين يعني. انتستان اللي هي الامعاء، انتستان دي اللي هي الامعاء، دي بتاخد المقطع انتيرو، بتاخد المقطع انتيرو.
انتيرو. بعد كده عندك ريكتم اللي هو المستقيم. دي احنا اول مرة ريكتم دي نقولها دلوقتي. ريكتم اللي هو المستقيم ده بياخد المقطع بروكتو. بروكتو. وبعدين عندك ثانية كده نظبط المكان. بعد كده عندك اللي هو الطنك. الطنك ده بقى اللي هو اللسان بياخد ايه؟ طنك اللي هو اللسان بياخد يا اما جلوسو يا اما لينجوال. يا اما جلوسو يا اما لينجوال. تمام. اخر حاجة اللي هي الكبد. الكبد اللي هو ليفر، فده بياخد المقطع هيباتو. يعني انا حبيت اقول التهاب في الكبد فانا هقول ايه؟ التهاب ايتس. والكبد هياخد المقطع هيباتو فيكون هيباتايتس. هيباتايتس ده اسمه التهاب في الكبد. التهاب الكبد. بكده احنا خلاص خلصنا الجهاز الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. والمفروض هناخد المرة الجاية بإذن الله يورين، أو مش هناخد يورين وهناخد حاجة تاني في الاختصارات. أنا شايف إن الاختصارات أحسن من الأجهزة يعني. ممكن نوقف أجهزة ناخد اختصارات أكتر. اختصارات وكلمات. تمام. وإن شاء الله هو اليورين صغير أصلا، بس ده المحاضرة السادسة هتكون لينا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بس أشوفكم المحاضرة الجاية على خير.